ريمون وليت كسول باش نوض نقاد فيديو جديد. دير معاك ديك لايك باش تحفزني باش نوض ندير فيديو جديد. الموضوع ديال اليوم الخوت هو بعض الحيل في علم الناس اللي غاتستافد منهم. المهم طولنا في المقدمه ويلا نبداو في الحيله الاولى. كيفاش تخلي الناس ما عندهمش معاك يوليو يبغيوك، بمعنى اخر يولي عنده معاك. دابا انت خارج مشيتي لشي بلاصه وكيكون شي حد ولا شي واحد واخد عليك واحد النظره، كيفاش تخلي خونا يغير الراي ديالو عليك؟ الطريقه هي تطلب منه شي حاجه تكون بسيطه باش ما تكونش شي حاجه اللي كبيره، المهم باش ما يقولكش لا. تطلب منه شي ساعه ولا تطلب منه ستيلو ديالو، المهم شي حاجه تكون بسيطه واخا ما عندوش معك مي غيعطي لك، حيت شي حاجه اللي بسيطه ما يقدرش يقول لك لا. وبعدها تغير ديك النظره اللي واخدها عليك وعقله يقول لي هاد خونا في شكل. المهم ندوزو للحيله الثالثه. قصدي الحيله الثانيه، كيفاش تخلي انطباع اولي. انت خارج مع شي واحد ولا شي وحده وباغي تخلي واحد انطباع عالي، سو خصك تركز على النهايه والبدايه وداكشي اللي كاين في الوسط ماشي مهم. دير واحد المجهود في البدايه ودير واحد المجهود اخر في النهايه. فاش تصافي التالي كل واحد يمشي بحاله، دير واحد المجهود، دير شي حاجه، دير شي حركه. المهم تجي الحيله الرابعه، التخلص من التوتر. انت عندك شي امتحان ولا شي حاجه ومتوتر، عرفتيش علاش؟ المسكه كتحيد التوتر وكتزيد من التركيز. الحيله الرابعه اللي هي قدم طلب ديالك للشخص الاخر عند فاش كيكون عيان. افضل وقت باش تطلب شي طلب من الاب ديالك ولا اي واحد هو فاش يكون عيان. داك الوقت غيكون التركيز ديالو ناقص والعقل ما يخدمش مزيان، وفي اغلب الاحوال غيقبل الطلب ديالك من بعد. الحيلة الخامسة والأخيرة اللي هي يجعل الناس تعتقد أنها تحبك. هذه الظاهرة اللي هي تأثير ابن فرانكلين، اللي هي الشخص اللي يقدم لك طلب ومستعد يقدم لك طلبات أكثر من الشخص اللي قدمتي ليه انت طلب. فالشخص يقدم لك طلب غيحس أنك عزيز عليه، عزيز عنده، لأنه دار هاد الشيء على قبلك. وصافي هادشي اللي كان عندنا، كان فيديو خفيف ظريف، ونتلاقاو في فيديو جاي وسلام.